بكيس جيلي هتفرحي اولادك وهتعملهم حاجه حلوه على السريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان بقالي كتير بقى ما نزلتش فيديوهات، معلش اعذروني. النهارده بقى انا جايلكم فيديو جديد. ده اول مره هعمل معاكم الجيلي بالفواكه بطريقه سهله، ومفيش اسرع من كده واسهل من كده تفرحي اولادك وتعملهم حاجه حلوه يبقوا فرحانين بها جدا، مبسوطين بحاجه زي كده. مفيش اسهل من الجيلي طبعا. سهل جدا وبيتعمل بسرعة. وبقى لو عندك فواكه برضك بتحطي في قلبه فواكه، من غير فواكه برضك عادي. فالنهاردة بقى انا حبيت اعمل معاكم الجيلي بالفواكه. تمام. لو اول مرة بقى تشوف الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا يلا نشوف هنعمل ايه الجيلي بتاعنا ازاي. انا كده معايا جيلي بنكهة الفراولة والرمان. الرمان ده حلو قوي، طعمه تحفة. ومعايا برضو كمان باكت اللي هو بجيلي برضو فراولة، فراولة بس. تمام. انا كده بقى هنزل بالباكتين اتنين في البولة. معايا بقى الباكت اللي هو بالفراولة والرمان، ومعايا برضو الفراولة بس. هنزل بيه برضو، هسيب بس شوية كده عشان هنحتاجهم ان شاء الله. هعمل لكم فيديو تاني. فانا كده بقى هنزل عليهم معلقه من السكر. هو بيبقى فيه سكره بس حسب ما انت عايزه مسكر بقى، فانا بحب احط معلقه كده. تمام. معايا بقى مج دوت، هنزل بمجين اتنين ميه مغليه. لازم تكون ميه مغليه. انا نزلت كده اولين وهنزل بالتاني اهو. كده نزلت بمجين ميه مغليه خلاص. لو هتعملي باكيت واحد تنزلي بمج واحد بس. وهقلبهم كويس بقى، هدوبه خالص لغايه ما الجيلي بتاعي يدوب. زي ما انتوا شايفينه كده، هفضل اقلب لغايه ما الجيلي بتاعي كله يدوب. وهنزل عليه بمج ميه ساقعه. دي ميه ساقعه يا جماعه. طب لو هو باكت واحد، الباكت الواحد مج ميه مغليه ونص مج ميه ساقعه. خلاص. انا كده الجيلي بتاعي خلص. معايا بقى هنا فراوله وموز. الموز بتاعك ما تقطعوش من بدري عشان ما يسودش. انا خلصت الجيلي بتاعي داب معايا، رحت مقطعه الموز على طول. انا كده بقى هنزل بالجيلي بتاعي في الكاسات بتاعتي. مش عايزة الموز بتاعك يبقى على الوش ولا الفراولة. حطي الفراولة والموز في الأول، وبعدين حطي عليهم معلقتين مع جيلي ودخليهم التلاجة يتجمدوا. وبعد كده ايه كملي تاني بقى حطي الجيلي، هيفضل اللي هو في قعر الكاس كده من تحت. لكن انا عادي يعني بيبقى على الوش برضك حلو. فوق تحت كده كده هيتاكل يعني. تمام. انا كده خلصت، حطيت الكاس في الكاسات الجيلي. وهحط بقى الفواكه بتاعتي كده على الوش. بيبقى شكلها حلو برضك. وبتبقى اما بتتماسك بقى في التلاجة وكده بتبقى حلوة برضو. تمام. انا كده حطيت الموز والفراولة بتاعتي، هو طلع على الوش كده. فانا بقى كده هحطهم وهكمل بقى بقية الكاسات بتاعتي بالجيلي اللي فاض معايا. الوصفة دي سهلة وسريعة وحاجة حلوة وفرحتي بيها اولادك. حلوة قوي. انا نزلت كده بقية الجيلي بتاعي على الوش. هما كيسين بيعملوا لي الاربعة دول. الشوية الصغيرين انا شلتهم كده بقى انا هدخلهم من التلاجة 4 ساعات. وتعالوا شوفوا بعد ما طلعوا من التلاجة. كده بعد الجيلي بتاعي ما طلع من التلاجة تماسك وجامد وبقى حلو قوي وطعمه تحفة. تعالوا بقى موريكم بقى، شوفوا. شايفين الجيلي بتاعي؟ بصوا مش راضي يطلع من الكيس. تتماسك معايا جامد، والفواكه بتاعتي في قلب الجيلي كده مش لوحدها، وطعمه حلو قوي. مكة عمالة تقولي ماما عايزه ادوق عايزه ادوق، قلت لها حاضر. فانا هدوق مكة. دوق يا مكة يلا عشان ايه نخلص بقى الفيديو. وبكده بقى انا خلص الفيديو بتاعي. متنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.